السلام عليكم. الناس اللي عندهم مشكل ديال سراق الزيت في الدار، سواء سراق الزيت اللي كبير او لا صغير، كضربك الفيقاف اللي كتدخل الكوزينه ولا الحمام طويط اعزكم الله، غير كتشعل الضو كتلقى سراق الزيت بزاف، او لا عندك شي ماريو او لا عندك طبالي وكتلقى فيهم واحد سراق الزيت اللي هو صغيور. تفرج معايا في هذا الفيديو وغتهنى من هذا المشكل بصفه نهائيه، عمرك تولي تشوف سراق الزيت عندك في الدار. خليك مع الفيديو. الخوت الطريقه راها سهله وبسيطه باش انك تهنى من سراق الزيت بواحد المواد طبيعيه 100% وكاين عند اي واحد في الدار ديالو. هذه السميده، هذه السميده ديال السميده الصفراء، كاين اللي كيقول لها السميده ديال الغريبه وكاين اللي كيقول لها السميده ديال الحرشه. المهم هذه راها السميده الصفراء. غادي نهزوا واحد 3 ديال المعالق صغارين بحال هكا كما كتشوفوا معايا. السميده راها كاينه عند مول الحانوت وكاينه عند اي واحد في الدار ديالو. غادي نزولوها وغادي نجيبوا دابا معلقه صغيره ديال سنيده على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نجيبوا بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم غادي نديروا تقريبا واحد المعلقه صغيره ما كاملاش على هذا الشكل بحال هكا، يعني تقريبا نص معلقه زايده واحد شويه، وغادي نديروها مع هاد المكونات هادو كاملين. غادي نزولوا هاد البيكربونات ديال الصوديوم وغادي نجيو دابا للبرودوي ديالنا او لا الوصفه ديالنا اللي غادي نديرو باش نتهناو من المشكل. غادي نحركوا هاد الشيء هذا مزيان على هاد الشكل بحال هكايا، وغادي نزيدوا من بعد ما حركنا غادي نزيدوا واحد شويه ديال الخل باش يتجانس لينا المكونات على هاد الشكل بحال هكا كما كتشوفوا معايا. شوف كيفاش بدا كيتفاعل مع بيكربونات الصوديوم على هاد الشكل بحال هكا. غنبقاو كنحركوا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس، ومن بعد غادي نوريك الطريقه كيفاش غتستعملوا باش تهنى من المشكل ديال سراق الزيت. دابا شحال من واحد كضربوا الفيقاف اللي كيدخل الحمام او الكوزينه كيلقى سراق الزيت بواحد الشكل اللي هو رهيب، وملي كيشعل الضو كيهرب له كيتخبى له، كيعيا يدير له في البرودويات، كيعيا يدير له في ديك المواد ديال اللي هي عباره على غبره ما خلى ما دار له ولكن ما بغاش يحيد. دابا شوف معايا هاد الطريقه هذه وغادي تهنى منه. دابا البرودوي ديالنا كنظن راه واجد، انا غادي نوريكم دابا كيفاش غنستعملوه. شوف معايا كيفاش ولا، شفتي ولا على شكل مسحوق متجانس، وهو اللي غادي نستعملوه. خليوه في الجنب، وغادي نجيبوا واحد الحبه ديال البصله بحال هكا، وشوف معايا الطريقه باش تفهم الموضوع مزيان. زولنا هاد الطرف هذا، نحيدو سنيده، نحيدو الخل باش تبقى لنا المساحه، ودابا غنزولوا هاد الطرف ديال الجناب ديال البصله، غنخليو البصله هكا وغادي نقرضوها على 3 ولا على 4 ولا على 5 على حسب البصله عندنا قداش. غادي نقرضوا الطرف الاول هكا، وغادي نزيدوا الطرف الثاني هكا، يعني هنايا انا جاتني 3 ديال الطرف على هذا الشكل بحال هكا. نخليهم بالقشور ديالهم، يعني حنا غنحتاجوا غير هذا القلب هذا الدخلاني ديال البصله. دابا غنجيبوا هذا الشيء اللي درنا هنايا صوبناه وغادي نديروه في هذا البصله على هذا الشكل بحال هكا. هاد الرونديلات ديال البصله غادي نحطوا فيهم هاد السميده وبيكربونات الصوديوم والخل اللي خلطنا وسنيده على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نديرو عاوتاني حتى لهذه هكا. يعني انا صوب 3، وحده غنديرها في الكوزينه، وحده غنديرها في الحمام، وحده غنديرها في الصالون او لا في البيت عندي، المهم البلاصه اللي كنشوف فيها انا سراق الزيت على هذا الشكل بحال هكا. هذه راه خطوه واحد الطريقه اللي هي مجربه 100% غتهنيك وما عمرك تولي تشوف عندك سراق الزيت. هذه الوصفه هذه باش نكونوا مفاهمين راه كتبقى صالحه لمده ما بين 3 ايام حتى ل 5 ايام على حسب انت البلاصه فين درتيها، واش كتحل السراجم كتدخل الهواء يعني كيدخل الريح او لا. هذه هي الوصفه ديالنا، طريقه سهله وبسيطه. درنا 3 ديال الرونديلات ديال البصله فيهم هاد المكونات هادو اللي شرحت لكم في الاول، ودابا اجيو تشوفوا معايا كيفاش غادي نستعملوه. دابا اول حاجه غادي نبداو بها وهي غادي نديروه في الحمام جهه القرقره او لا في الطوايات البلديه اعزكم الله بحال وغادي نحطوه في القنت على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا معايا. وغادي نجيو حتى للكوزينه ديالنا، سواء كانوا عندنا بلاكارات بحال هكا او لا ما كانوش البلاكارات، حتى هو غتكون عندك فيه القرقره غتحطوه بحال هذا الشكل بحال هكا، ولا عندك بلاكار غتحطوه حتى هو على هذا الشكل بحال هكا. والمشكل ديال سراق الزيت غتهنى منه بصفه نهائيه ان شاء الله، عمرك تولي تشوفوا عندك في الدار ديالك. وكما شفتوا معايا بطريقه اللي هي سهله وطبيعيه، يعني بمواد كاينين عند اي واحد في الدار. الرونديله الثالثه اللي بقات غادي نديرها هنايا في الصالون، حيت كاين بعض الطبالي او لا بعض الماريويات كيكون فيهم واحد سراق الزيت اللي هو صغيور، حتى هو ان شاء الله هذه الوصفه هذه وهذه الطريقه غتهنيك منه.